دي فراخ مسلوقة ومتحمرة في السمنة البلدي على المرقة بتاعتها، عملت طبق كشك أكلة كده من أكلات بتوع ماما. الأول جبت الفرخة بتاعتي الكاملة من مفازة، قطعتها على 4 تربع وفي شوية زيت صغيرين كده. بنزل الفراخ علشان تتشوح وتاخد لون الأول. بنزل معاها شوية خضار عبارة عن طماطم وبصل وجزر وتوم، وبعد كده بنزل التوابل الصحيحة. بأديهم تقلبتين وبعد كده بنزل عليها المية تبقى مغطياها، واسيب الفراخ بقى تتسلق براحتها. بحضر بعد كده الخميرة بتاعة الكشك. عندي كوباية زبادي، حطيت عليها كوباية لبن مع 3 معالق كبار من الدقيق. بقلبهم مع بعض مع شوية فلفل اسود واسيبهم على جنب، ودي كده الخميرة بتاعة الكشك. احسن طريقة للبصل بقى عشان يطلع معاكم قرمش ان انتوا تقطعوه بقطعة الشيبسي وتعفروه بشوية دقيق وتقلوه لحد ما ياخد اللون الذهبي ده ويقرمش. الفراخ لما بتتسلق باخد من الشوربة بتاعتها تقريبا كوبايتين ونص، وبحط عليهم الخميرة بتاعة الكشك اللي احنا عملناها، وبنفضل نقلب نقلب لحد ما القوام يتقل كده. وفي الاخر خالص باخد شوية زيت من اللي حمرنا فيه البصل، بحطهم على الكشك واقلبهم، وده بيخلي طعمه خطير. بعد كده بقى الفراخ لما بتتسلق بحمرها في معلقه سمنه بلدي لحد ما تاخد اللون الحلو ده، واول ما تطلع وهي سخنه بحط عليها فلفل اسود وملح. وبعد كده بقدم الكشك وبحط عليه البصل اللي احنا عملناه، وكده بتبقى عندكم احلى غدوه وبالف هنا.